انك تاخد قرار شراء عربيه مستعمله اليومين دول قرار صعب جدا، محتاج تفكير كويس وكوبايه شاي واتنين ميكانيكيه يعرفوك انت داخل على ايه. بجد انك تلاقي عربيه مستعمله كويسه اليومين دول حاجه صعبه جدا. يعني انت ممكن تلاقي زيب احمر وتلاقي دجال يقدر يستخدمه في انه يخلي الفلوس بتاعتك تبيض، ولا انك تلاقي عربيه مستعمله كويسه في مصر. أهلا بيك في بتوى حاجات. اول حاجه هتواجهك هي اسعار العربيات المستعمله. كل الناس اللي معاها عربيات مستعمله بقت عايزه تبيعها وبفلوسها تروح تشتري عربيه زيرو. طب ما لو انت هتبيع لي عربيتك بثمن الزيرو ما اروح انا اشتريه. وكل كوم واعلانات العربيات اللي بتبقى مكتوبه على جروبات الفيسبوك كوم تاني، دايما بتلاقي البوستات بتاعت العربيات دي يعني فيها طيابه غريبه كده وحته نوستالجيا تاثر على نفسيتك. يعني مثلا تلاقي بوست بيقول لك عربيه اصيله للبيع، تستحمل مشاويرك، اسمك اللقمه، تفولها سوبيا ما تقولكش لا. او مثلا تلاقي بوست تاني بيقول لك عربيه بيتي حماله اسيه تروح معاك اسوان مشي. لا هو حرفيا مشي، لان العربيه دي هتعطل منك على بوابه الصحراوي، ده اذا كان اسوان بيروحوا على الصحراوي ما اعرفش، ما رحتش قبل كده. وفي شويه كلام كده لو لقيته مكتوب في البوست بتاع بيع العربيه خلي بالك منه، عشان ده بيبقى ليه ترجمه غير اللي انت فهمتها خالص. يعني لو اتقال لك ان العربيه دي فابريكا بره وجوه، اعرف ان على الاقل العربيه دي عامله حادثتين ومغيره نص ومرشوشه 5 مرات. ولو لقيت في بوست تاني مكتوب ان العربيه دي استعمال طبيب، فهي فعلا هتبقى ما مشيتش كتير، بس الطبيب ده كان بيتعلم عليها السواقه في شارع ما دقش طعم الاسفلت في حياته قبل كده. انما بقى لو لقيت في بوست تاني مكتوب ان العربيه دي مش محتاجه جنيه مصروف، فالراجل فعلا ما كدبش عليك، عشان العربيه دي على الاقل هتبقى محتاجه لها من 40 ل 50 الف جنيه عشان تقف تاني على حيلها. واخر حاجه بقى جمله حاله نادره. هي فعلا العربيه بتبقى حاله نادره لان كميه البرومه اللي موجوده فيها دي اكبر من تعداد سكان الصين. طيب مبروك يا عم، اشتريت عربيه الحمد لله ودنيتك تمام. في بقى شويه حاجات محتاج ان انت تعرفها عشان ما تقعش في مواقف انا وقعت فيها قبل كده. لما تجيب عربيه مستعمله هتبقى محتاج تتعلم 3 حاجات: اساسيات ميكانيكا، شويه كهرباء، على حبه كده من العفشه. ولو عربيتك مانيوال خلي معاك دايما سلك دبراج احتياطي وما تسالنيش ليه. خلاص يا عم عملت كل ده؟ طب ممكن معلش تعمل لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، يعني ما جاتش على الحاجات دي كمان. مبروك جبت عربيه مستعمله حالتها حلوه، اتعلمت شويه الحاجات اللي قلت لك عليها. تعالى بقى نخش على الوحش الكبير، السواقه. انك تسوق عربيه مستعمله في مصر وكمان تبقى مانيوال دي حاجه صعبه جدا، يعني حاجه تخليك بطل، لان طبعا زي ما احنا عارفين السواقه هي مش طريق بس، هي طريق واللي معاك على الطريق. يعني تخيل تبقى صاحي الساعه 7 الصبح بعد نوم 3 ساعات، تنزل تركب العربيه، ويا سلام بقى لو مانيوال، وتقرر انك تروح شغلك، ويا سلام بقى لو انت ساكن في حته فيها زحمه. يعني انا مثلا بالنسبه لي الناس كلها بتشتكي من صلاح سالم، لان كل الناس دي ما جربتش كوبري الحلميه الساعه 7 ونص الصبح. مصر كلها بتبقى واقفه على الكوبري، يعني رايحين فين ما اعرفش، والكوبري ده دايما زحمه. 7 ونص الصبح زحمه، الساعه 9 الصبح زحمه، الساعه 12 الظهر زحمه، 3 العصر زحمه، الساعه 1 بالليل زحمه. في مين رايح يعمل ايه الساعه 1 بالليل على كوبري الحلميه؟ نفسي افهم. يعني انا بالنسبه لي انك عديت كوبري الحلميه ده انت تقدر تعدي اي حاجه في الدنيا. يعني ممكن مثلا تاخد الفيزا بتاعت امريكا، ممكن تاخد الشنجن. انتوا مدركين صعوبه الموضوع؟ طيب خلينا نقول انك عملت مستحيل وعديت كوبري الحلميه. دايما في ناس هتلاقيهم ماشيين معاك على نفس الطريق قرروا ان هم ما يدوش اشارات خالص. انت خمن هو ماشي رايح فين. يعني انت مثلا تبقى ماشي في طريقك وهتطلع مثلا الكوبري، تلاقي الشخص ده قرر ان هو يجي من اقصى اليمين يدخل لاقصى اليسار عشان يطلع معاك الكوبري. طب ما تمشي هنا من بدري، ما تيجي هنا على طول. لا ولما تكلكس له يبقى زعلان منك قوي، اللي هو انت يا عم في ايه يا عم، ما انا ماشي في طريق عادي، انت اللي ملتزم. لا وفي ناس تانية بتقرر انها تخش معاك منافسه على الطريق وانتوا ماشيين جنب بعض، اللي هو لو انت بس غلطت وبصيت جنبك كده بس عليه شكرا انت دخلت معاه في خناقه. الراجل ده هيقرر طول ما هو ماشي يفضل يكسر عليك ويدخل معاك في سباق. يا عم عدي. وفي ناس تانية غريبه الطريق بيبقى زحمه وهو وراك ويفضل يضرب كلاكسات. طب انا اعمل ايه؟ ما الطريق كله واقف، ادوس مسطره انط؟ وفي دايما على الطريق الناس اللي هم الفتوات. يعني مره كنت راكب العربيه ومعايا ناس صحابي مروحين من الشغل، واحد خبطنا بس خبطه بسيطه كده من ورا، فقرر ان هو ينزل من عربيته عشان يتخانق، وهو ما كانش شايف حد قاعد جنبي خالص. اول ما وصل عند الباب لقى العربيه فيها 4 تانيين غيري، قام باصص لي كده وقال لي مش تخلي بالك، وقام سايبنا وماشي. ونوع تاني من انواع الفتوات دول اللي بتبقى انت ماشي في حارتك مظبوطه وداخل على الكارت عشان تدفع، تلاقيها مكسر فجاه وعايز يخش. يعني حضرتك مستعجل قوي على الدفع كده، ما كلنا هنا واقفين. وبعيدا عن السواقه في حاجه مهمه جدا لازم تعملها اول ما تدخل بنزينه في مصر: اوعى عينك تسرح عن برابريز العربيه ولو لثانيه واحده بس، لانك فجاه هتلاقي ازاز العربيه كله بقى غرقان صابون وخلاص اتحطيت في الامر الواقع، لازم يمسح لك العربيه. مع ان انا لسه غاسلها قبل ما اجي، بس لا انت لازم تمسحها، ما انا حطيت لك صابون. يعني انا بفكر في مره اجرب بعد ما الراجل يخلص اقول له شكرا كتر خيرك سلام عليكم، ولو قال لي الحساب اقول له انا اصلا ما طلبتش منك حاجه، بس انا حاسس الموضوع يبقى بايخ قوي فبعديها صباح الفل. بس بجد الموضوع ينرفز. وفي حاجه تانية كويسه في انك يبقى عندك عربيه مستعمله، ان الناس بتوع المناديل اللي في الاشارات بيتجاهلوك تمام، محدش فيهم بيفكر ان هو يهوب ناحيه العربيه بتاعتك، اللي هو تحسهم بيقولوا يا عم بص ايه القرف اللي هو راكبه ده، انت يا فقير انت اللي انت راكبه ده. هو انا اعتقد ان الناس بتوع المناديل اللي في الاشارات دول هم اكيد اغنى مني اكيد. وبصراحه كان نفسي اجيب سيره السوياس، بس للاسف توفيق الحديدي مخلص كل افيهات مصر عليهم.
في حاجه تانية بقى هتقابلها وانت سايق، الناس التلمه اللي بتعدي الشارع. في ناس بتقرر تعدي الشارع من قدام العربيه بتاعتك والطريق مفتوح وهم باصين في عينيك بص التحدي، اللي هو لو انت راجل اخبطني. والمشكله انك لو جيت تتكلم معاه يقول لك انت عشان عندك عربيه هتدوس على الناس. يا عم والله مستعمله بايظه بايظه اصلا. ولا الناس اللي بتضرب في البورصه بقى وهي معديه من قدام العربيه، يفضل باصص في التليفون وبيتمشى على اقل من مهله، تقريبا بيشوف السهم طالع ولا نازل. ارجوك خلي بالك من نفسك، يعني انا قاعد جوه، انا مش هجرى لي حاجه، انت اللي هتتضرر. بعدين اصلا بنمشي بالراحه، والله الموضوع مش تحدي. يعني تعالى اقعد مكاني وانا اقعد جنبك وانت سوق، انا مش مهم، انا مش عايز اسوق، أنا اصلا ما بحبش السواقه، انا جايبها مضطر. فيعني رجاء شخص يا جماعه، يعني يا ريت نسهل الدنيا على بعض، سهلها على بعضينا يعني. وبس كده، دي كانت شويه حاجات كده بخصوص العربيات والسواقه، يعني كنت محتاج اتكلم فيه. فلو الكلام ده عجبك استاذنك اعمل فولو ولايك وسبسكرايب، وممكن تفعل زر الجرس يعني لو مش هيضايق. شكرا.